السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات زهراء القلمية، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما لا أنسى الترحيب بالمشتركات الجدد، نقولهم مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ زهراء القلمية. إن شاء الله حبيباتي تنال إعجابكم وصفتي اللي حتشوفوها معايا لنهار اليوم. البراج ولا المبرجة تختلف تسميتها من ولاية إلى أخرى، لكن تبقى دائما هذه الوصفة تقليدية جدا رائعة، مبسة وهشوشة تهبل ما شاء الله. تبعوا معايا حبيباتي لفيديو لهذا للأخير، راح تكتشفوا معايا طريقة سهلة جدا في تحضير هذه الوصفة. اولا راح نبدا نبسس العجينه تاعي اللي هي عندي هنايا هاد الكيله. كيلت 3 كيلات تاع سميد، يكون نوعيه من ممتازه. انا هنايا نهضر على الاخوات يعني المتواجدين عندهم عندنا في الولايه متوفر عندهم سميد بن عمر. انا درت هنايا السميد بن عمر تاع 10 كيلو. درت 3 كيلات بكيلة سمن غير ربع يعني، وضفت لها عمرتها بالزيت، وضفت لها كذلك ملعقة تاع زبدة ذوبتها مع السمن. ونبدا نبسس في العجينه تاعي كما كتشوفوا، كما نبسوا المقروض حباباتي. يعني وصفه سهله جدا بسيطه خاصه للمبتدئات، يعني مش راح تغيب لكم في تحضير هذه الوصفه. شوفوا نبقاو نحكوا فيه هذيك نبسوا فيه هذيك العجينه تاعي حتى تولي لي رغوي على شكل عجين رغوي كما هكا. نلم العجينه تاعي ونحط لها شويه تاع ملح ونبلها بشويه ما دافي باطراف الاصابع فقط، ما نعجنوهاش حباباتي. عجينه تاع البراج ولا تاع المقرود ما نعجنوهاش، نلموها غير بالاطراف باطراف الاصابع، ونسقيو هكا بالماء تدريجيا. وراح نلمها ونخليها ترتاح حوالي ربع ساعه. اذا نشفت لي راح نزيد نعاود نبلها بشويه تاع ماء. شوفوا انا راح نلمها كيما هكا ونخليها ترتاح كيما قلت لكم حوالي ربع ساعه. ونروح نجهز الغرس تاعي اللي كنت رحيته ونقيته بالطريقه هذه. ربيت عليه شويه بشور تاع حبه تاع تشينا، ضفت له عصير حبه تاع قارص اللي راح ينقص لي من هذيك الحلاوه تاع الغرس، وراح يعطيني ذوق جد رائع. البراج تاعي راح تبدل كامل النكهه تاعها. يعني قلت لكم واحد الوصفه تهبل تشهي ما شاء الله، ذوق ومذاق ولا اروع. نعجن مليح الغرس تاعي. قلت لكم الغرس تاعي رابطه البطانه، نرحيته قلت لكم برحه تاع الكفته، وعجنته مليح بشويه تاع زيت، وضفت له كما شفتوا بشور حبه تاع تشينا ونص عصير حبه تاع قارص. راح ينقص لي من هذيك الحلاوه تاع هذيك الغرس، ونخليه على جنب ونرجع للعجينه تاعي. هنا الغرس تاعي نكورو ونخليه. هنا بعد ما جبت العجينه تاعي وخليتها ارتاحت ربع ساعه، شوفوا كيفاه نشفت. هنايا السميد تاعي قلت لكم راهو من النوعيه الممتازه، راه يشرب يهبل ما شاء الله. راح نحلو كيما هكا ونضيف له شويه تاع ماء، نتحصل على عجينه شبه طريه. وبعد ما نلمها هكا راح نقسمها على 2 ونكورها، ونبدا نشكل في البراج تاعي. قلت لكم وصفه سهله، طريقه بسيطه جدا تقليديه، يعني وصفه الاجداد ما شاء الله. ضفنا يعني ضفت لها لمسه فقط. هنا جبت هاد اللوحه تاعي راح نقرص عليها، نبدا نقرص في العجينه تاعي. درت الجزء الاول بالشكل هذا، نبسطه بالطريقه هذه. وروح حباباتي نبسط كذلك الغرس تاعي اللي كنتو شفتوه معايا. بعد ما وجدته نجيب ساشي نفرشها على البوتاجي تاعي ونقرص هذاك الغرس. هنا حطيت هذا ساشية ندهنها بشوية زيت باه كي نقلب هذاك الغرس ما يلصق ليش في الساشية. نقرصها كذلك يعني على قيس الخبزة الأولى تاعي تاع العجينة. يعني هي وصفة سهلة جدا بسيطة، هنا خاصة للمبتدئات مش راح تحيروا كامل في هذه الوصفة. يعني طريقة سهلة جدا بسيطة ما فيها والو. هنا بعد ما قرصت الغرس تاعي راح نحطه كيما هكا
ونزيد نقرص الخبزة تاعي يعني العجينة الأولى، ونديرها من الفوق نغطي بها هذاك الغرس ما تشوفوا هكا بالطريقة هذه، ونبسطها ونستويها كما نقولوا نسويها مليح، نسوي لها السطح تاعها ونبدا نقص فيها. شوفوا معايا حباباتي نبدا نقصها، انا درتها يعني حبات متوسطين، نقصها كامل بالطريقة هذه ونستفها ونبسطها ونعدلها. ما نكمل نقص الكمية كاملة تاع هاد القرصة تاع البراج، نسويها بالطريقة هذه، نسوي لها السطح تاعها ونبسطها شوية، ونكمل كامل الحبة تاعي كما كتشوفوا. انا جبت الكوبه تاعي اللي حتساعدني بزاف، حتمدلي الحبه، حتخلي لي الحبه تاعي متساويه والسطح تاعها متساوي كيما لتحت كيما الفوق. ونكمل كامل ونبدا نطيب في البراج تاعي. لكم راهي هشوشه تذوب ما شاء الله عليها، سهله ماهله. وهنايا الطياب تاعها راح يكون يعني ما شاء الله عليه. هنايا جبت كرلاجه، ما نقولوا ياجور ولا كرلاج، حطيتها على الطابونه تسخن. بعد ما سخنت لي مليح نطيب عليها هذاك البراج تاعي اللي حيطيب بواحد الطريقه جد رائعه، ما يتحرق يعني، حيخلي لك الكعبه تاعك شوفي كيما لتحت كيما الفوق، حيمدلك واحد التحميرات هبل ما شاء الله. انا دايما نطيب الكسرة تاع البراج تاعي نطيبها على الياجوره. شوفوا كل حبه لاختها ما شاء الله عليها، هذيك التحميره الله الله عليها. ما نقولوا كسره والبينه، ربي يهنينا باذن الله وان شاء الله. انا دايما الكسره عفوا تاع البراج نقدمها مع البن. وصفه تقليديه جد رائعه معروفه في كامل التراب الوطني. هذه هي حباباتي وصفة من لمسات وزهرة القلمية. شوفوا وصفة تذوب في الفم ما شاء الله عليها، كما نقولوا تذوب بشوارب قبل ما تاكليها، يعني ما شاء الله. نتمنى تجربوا حباباتي هذه الوصفة، راح تعجبكم اكيد المؤكد. كما قلت لكم خاصة المبتدئات مش راح تحير لكم كامل في تحضير هذه الوصفة، سهلة ماهلة بأبسط الطرق ما شاء الله عليها، يعني ناجحة 100%. يعني تخدميها بعينيك مغمضين، خاصة إذا كان السميد تاعك من النوعية الممتازة. نتلاقاو في فيديوهات أخرى بإذن الله. سلام.